لازم نسأل نفسنا سؤال مهم. ربنا عادل، ده مش سؤال، دي حقيقة. طيب ربنا العادل هيعاقبك قبل ما يحاسبك؟ لا. يعني تخش القبر فتجد نفسك الثعبان الاقرع يطلع لك، يحصل لك عذاب للقبر او نعيمه بدون حساب، بدون مشي على الصراط، بدون ما يبقى حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة، ورحمة ربنا سبحانه وتعالى تزن في الآخر وتقول لك خش بإذن الله الجنة. أو لو أنت هتخش النار مش لازم تتحاسب الأول؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن في يوم حساب، ما قالش إن في يومين. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش في يومين، قال في يوم واحد للحساب حساب الملكين اللي هو يوم القيامة. مفيش ملاكين بقى، الكلام ده بقى كلام برضو من اللي هو تتملك فكرة الناس وتروج لعذاب القبر وهي تطلع لها حاجات كلها خارج المنطق. ملاكين ايه اللي هيحاسبوك؟ هو مين اللي بيحاسب؟ ربنا ولا الملائكة؟ هو ربنا هينتدب الملائكة لحساب الإنسان؟ هو ربنا هيدوم توكيل يحاسبونا؟ ربنا هو اللي بيحاسب. طيب مش بيحاسبوه، ما بيسالوه مين يسألوهم وخلاص، ما هو ده حساب. ما ده حساب، يعني يسألوهم ويعذبوهم ويطلع ينهق ويتعذب، والنار تشتعل في القبر ويعيش في الرعب ده فضلا على انه ميت اصلا. هو ميت اصلا بالمناسبة يا جماعة. لكن العذاب ده كله معناه عذاب، معناه انه الراجل بيتعذب، او نعيم معناه انه الراجل بينعم. اولا بيحس ويشعر، ثم بيحاسب. بيحاسب ازاي؟ بيعذب من قبل ما يحاسب. احنا طب يوم القيامة ازاي يفر المرء من ابيه، وازاي هيحصل حالة الرعب والذعر ساعة نفخ في الصور ده، اذا كنت انت عارف اصلا وانت في القبر يا رسي عليه اتعذبت فعارف انك رايح النار، يعني نعمت فبتعرف رايح النعيم باذن الله الجنة. الله، اذا القصة كلها قصة تستعيد مرة اخرى عقلنا ده قبل ما نسمع احاديث احاد او تأويل لآية في القرآن كل غرضها انه عايز يوصلك في الاخر اترعب عشان في عذاب قبر. يا سيدي في جهنم، في اللي ما هو افظع واشنع من عذاب القبر. انت مركز ليه في عذاب القبر؟ انا بقى بقول لك عذاب القبر ده معناه طعن في عقلك انت كمسلم، لانه مفيش حسابين ربنا يحاسبنا فيه. ومحدش يقول لي اصل ده حساب اصغر وده حساب اكبر. ربنا ما قالناش كده، قال لنا هو حساب ويوم الحساب.